أنا مرت العون اللي تعرض للحبس يعني من طرف المرأة اللي سمعتوا عليها برشا. نحب نوضح برشا حاجات اللي ركب عليها الإعلام والصفحات الفيسبوك باش يضروا الأمن ويضروه هو في الخدمة متاعو. صارت الحكاية نهار 26 ديسمبر، طلعت في الترام على 6 متاع العشية، والناس الكل نجم تعرف اللي الترا يبدا معبي على الاخر. انا ديجا نهارتها الصباح كنت في الطبيب مريضه في شهري الاخر معناها من الحمل. طلعنا في التران نلقاو امراه قاعده هي وبنتها صغيره، طلب منها زوجي بكل لطف معناها، وهذه حاجه معقوله على الاخر. قال لها مدام عايش اختي خلي بنتك في حجك، خلي مرتي تقعد. لكن كانت ردة الفعل نتاعها بعنف. قالت له برا شوف لها بلاصه اخرى، ومش كلمه خايبه قالتها، يعني مش صغيري في كرش مرتك خير من بنتي، وكان هي تعبه ومريضه برا خذ لها تاكسي. كي صارت قالت الكلام هذا بالعنف، قالها اوكي سي بون مدام اقعد على روحك من غير كلام فارغ. احنا مشينا شويه وساسوفوالي انا معناها صغيره في عمري، دارت قالت بالقوي، قالت ظاهره ماهيش مرته واحده من الشارع، كلام ما نجمش نقوله بكلامنا التونسي، يعني انا انسانه عاهره وصغيري في كرشي ولد حرام. كي هو سمع هكاكا بنت نرجس رجع لها وقام يصيح عليها، قال فاش قام تقول في الكلام هذايا. ردة فعل منه هو انه ضربها بكف. صارت حالة احتقان في الترام، قاموا الناس الكل يدزوا يضربوا، منهم هي زاده ضربتني. جاي الكونترولور هبطنا والامن هبطنا من الترام، مشينا للمركز. لحد اللحظه هذه ما قالش اللي هو زميل ولا عاون، كان جات الحكايه فيها زميل وعاون ولا تدخلوا له حد، راه مش في الحبس توا، ما عاونوا حد. لكن اللي بروسيدور نتاع الامن انه يجي ضبط استمرار باش يقايد شنيا صار ويعلم الاداره نتاعو. هي وقتها عرفت اللي هو عاون امن وجبت محامي نتاعها على عين المكان، اتصلت بالمحامي نتاعها على عين المكان. احنا ما جبنا حد وما كلمنا حد، ما عندنا حد خاطر. مشيت انا بالوقت تعبت حالتي الجسديه يعني تعبت برشا. مشيت جابوا لي حمايه هزوني البلوك، قعدت نهارين في البلوك مريضه. صارت دقه زايده للصغير نتاعي في حاله خطيره برشا، تنجموا نعطيكم لي بابي نيسيسير باش نثبت الشيء هذا. وهو على عين المكان يعني عطى اقوال وعطات هي اقوالها. غير هي ضربتني وكان عنف جسدي ولفظي. صحيح هو غلط انه ضرب امراه، لكن هو في حاله نفسيه تعبه برشا. وهي توا استغلت الوضع والاعلام استغل الوضع برشا. نحس فما برشا ظلم في الحكايه.